جيبوا لي الشيخ، هيك قالت تقريبا هالنبره، جيبوا لي الشيخ خلي يطلقني انا ما اريده. وهو مهند يصيح يقول هذول مو اولادي. طلع شنو؟ شنو بدي شنو؟ مو اولاد مهند. ما هداك بالعراق شو باللاسلكي حب شلون صارت كندا، ما كندا راح مهند كندا، راحت ورا كندا، اكو شغله. المهم التقوا يعني لحظه شوي. يعني بالاخر طلعوا ما نولوا المهم اي مو اولاد. اتوقع كندا صارت هالشغله. وهذا الشيء ثبت طلع فيه فحص ثاني. سوى مهند شيك، سوى دي ان اوكي. سوى دي ان اي وطلعوا مو اولاده. اوكي. وهنا صارت مشاكل، هي تصيح طلقوني ومهند يقولها اعترفي، وهي تقول له انت هيك سويت بي. اعترفي شو؟ عمل دي ان اي. وهي تقول له انه انت كنت تعرف هذولي مو اولادك وتعرف علاقتي برفل، بس كنت ساكت، وقوم احكي للعالم انت شلون كنت ساكت. بس حبيبي لا تقاطعني هوايه. ما بقاطع، بس هاي صوره جمعتهم كلهم مع بعض. كيف مو هي بعد عراق هيجي؟ لحظه، هاي الصوره ستوري شو كانت؟ سوت طلقوا هي ومهند. إيه؟ رجعت هي ورفل عاشوا عيشه سعيده هي والاولاد. هاي الستوري رفل هلا كان؟ اي رفل اسويها. بس شنو؟ خديجه عارفها خديجه. ومهند. بس شنو؟ مهند يطلع لايفات ويفشر عليها ويقول ليش سوت بي وانا ماكو. تعرف كل فتره تفتح لايف كل ما يتعاركون هي ورفل. مثلا انا قلت هي تقول انه خديجه تسوي لهم مشاكل. اوكي. يعني خديجه لحد الان على اساس متاذيه انه شلون دخلناك العائله وقعدناك ويانا وهيجي تسوين بينا وتغدريني. فهي تقول انه خديجه تسوي لها سحر وتهج عليهم. مع عباس يعني؟ سحر ام عباس. وشو يصير؟ من تسوي هذا السحر ام عباس رفض يهج على مها. ومها شو تسوي؟ تلزم اثنين خطيه اطفالها، تلزمهم وتركض بالشارع تركض. يعني هلا ام عباس يشتغل مضبوط يعني؟ ما ادري. مرة بنص اللايف جو الشرطه قالوا احتمال يصير اطفال شي مبهدلتهم هاي، وترجع بعدين تنزل ستوري هي ورفل تقول احنا نحب بعض ورجعنا ارتبطنا وانتصرنا، بس احنا كل فتره خديجه تسوي لنا سحر، والسحر من يضرب مفعوله نهج انا وياه ونتعاوف، وبعدين من السحر يروح مفعوله نرجع حبايب. شنو؟ هي هاي القصه. مو سالتني انت شنو هذا عند الصيح جيب الشيخ.